عندي ليكم ديسكليمر. حد عارف يعني ايه ديسكليمر؟ ممكن نهدى. اديتكم كل اللي انتوا عايزينه، اديتكم فترة صمت رهيبة. ديسكليمر، الكلام اللي هتكلم فيه دلوقتي كلام كبار. الكلام اللي انا هتكلم فيه دلوقتي كلام كبار. فلو حضرتك شايف نفسك مش كبير انف، مش عارف هتعمل ايه. يعني لو حضرتك شايف نفسك عيل او عيلة، مش عارف تعملوا ايه. انا متوقع ان كل اللي قدامي ايه؟ كبار. والكبير بيعمل ايه؟ بيسمع وبيركز، بيحاول يقيم الموضوع ويفكر فيه. كلام رجالة، كلام ستات، كلام ستات. حد عارف الشباب دول؟ طب تعالوا نسمع قالوا ايه من 3 سنين. تعالوا نسمع قالوا ايه من 3 سنين. تعالوا نسمع قالوا ايه من 3 سنين. بس هو الصوت مش عالي قوي. الصوت مش عالي قوي. دول انفلونسرز، دول انفلونسرز على السوشيال ميديا. تعالوا نسمع قالوا ايه من 3 سنين. تخيلتي حياتك بدون بربري؟ اه. ده مش تمثيل، ده حاجة حقيقية يا جماعة بجد. يعني مش مسلسل او كده، ده كان انترفيو مع بعض. هما 2 انفلونسرز ومتجوزين. فعمال يهديها، يقول لها انا هنا ما حصلش حاجة، انا ما سبتكيش، والحضن المتين. فهي بتقول لهم I love you guys. I love you guys. طب انت تخيلت يوم حياتك من غيرها؟ تعالوا نسمع، تعالوا نسمع. حياتي سيئة للغاية. وخلاص هينفجر من العياط. فقدامنا مثل. ايه اللي حصل؟ اوكي، قدامنا مثل 2 عمالين يعيطوا، وواضح. هو الفيديو انا قطعته قبل كده، ما اعرفش هو ليه مكمل. مش هقدر وهي كمان المذيعة ابتدت تعيط. ده من 3 سنين صح؟ ده من 3 سنين. عارفين بعديها ب3 سنين حصل ايه؟ تعالوا نسمع قالوا ايه. اه. اتطلقنا. انا كمان اتخضيت. انا لما عرفت الموضوع ده اتخضيت. طب حد عارف دول؟ ايوه وياسر، ايوه وياسر. لذاذ قوي. ايوه وياسر. زي ريمو بربري بالظبط، وبشر برضه. طيب ركزوا معايا دقيقة. ركزوا معايا دقيقة. لو كنت جيت لأي حد من اللي عارف ريمو بربري، اللي بما فيهم أنا كنت بحب ريمو بربري دول موت. لو جيت لأي حد وسألته أقول لك إيه، متخيل في يوم من الأيام إن ريمو بربري دول يسيبوا بعض؟ هتقولوا لي إيه؟ مين هيقول آه؟ مين هيقول آه؟ أوكي. فيها ممكن. أوكي. مين هيقول لأ مش متخيل؟ مش متخيل. غالبا دول الأغلبية. طب حد هنا متخيل إنه نسمع إنه آية وياسر سابوا بعض في يوم من الأيام؟ حد متخيل يقول لي اه؟ ليه؟ بيحبوا بعض. بيحبوا بعض. باين قوي يا جماعه، الفيديوهات باينه. الفيديوهات باينه قوي، الحب باين قوي، حياتهم العمليه مبينه قوي، ازاي بيتعاملوا مع بعض مبين ان هم بيحبوا بعض. بس في باد ستوري، بغض النظر عن الباد ستوري. انا بحبهم دول وبحب اللي فاتوا قوي. انا بجد اتصدمت لما اتطلقوا، بس يعني بغض النظر. في يعني دي مش آية، دي مقطع من أغنية بيقول الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي. الحب الحقيقي إيه؟ يا حبيبي بيعلمنا نسامح، بينسينا امبارح. ده حد عادي قال كده. فأنا هطلب منكم قبل ما نكمل في بقية الوقت بتاعنا، كل حد يرفع قلبه في صلاة لمدة 30 ثانية. قول له يا رب
الدخله الغريبه اللي دخلها سامح دي مش متخيلين خالص هو ممكن يقول لنا ايه بعد الدخله دي. اتكلم ليا، انا محتاجك. قول له يا رب انا محتاجك تتكلم ليا، مش عايز اتشتت بحاجه، عايز ابقى مركز، عايز اشوف كلمتك بتقول ايه. احنا موجودين دلوقتي في حضره الله، الله حاضر، الله موجود، ليه كل الاحترام. الله لما يقول كلمه، لما يقول كلامه لازم نسمعها باحترام. اتكلم لينا يا رب النهارده بكلمه الحياه. امين. تعالوا مع بعض نحكي شويه في حاجه بعنوان بحبه ولا. بحبه ولا مش عارف. بحبه ولا. تعالوا مع بعض نقف نقرا مع بعض جزء من كلمه ربنا في روميا 5. بس هطلب منكم تركيز شديد جدا، لان انا محتاجكم تشتركوا معايا في القرايه. اي كلمه موجوده بالاحمر هنقولها كلنا مع بعض، اي حاجه غير كده هقولها لوحدي. يبقى انتوا هتقولوا معايا ايه؟ اي كلمه مكتوبه بالايه؟ بالاحمر. يلا بينا نقرا مع بعض روميا 5 من عدد 6 لعدد 11. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. تعالوا نقول العدد ده مرة تاني. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. شكرا، اتفضلوا اقعدوا. عايز أفكر معاكم شوية في الباسج اللي فات ده. لو ينفع، أنا مش عارف أنتوا معاكم كتب مقدسة ولا لأ، أو ينفع نوزعها ولا لأ. يعني لو ينفع نعمل ده في سرعة شديدة يبقى هايل. كتب مقدسة؟ مفيش كتب مقدسة. أوكي، مفيش كتب مقدسة، مش مشكلة. ممكن نجيب كده، ده الباسج كله، ده الباسج كله اقروه كده ببساطة. تعالوا نفكر في الحاجات اللي الباسج بيقولها. احنا كنا ايه؟ هو بيقول احنا، الباسج ده الرسول بولس بيكلم كنيسة في روميا، وبيكلم مجموعة مؤمنين في روميا، فبيقول لهم احنا كنا حاجة وبقينا حاجة. فاحنا نكتب كده على البورد، نكتب كده على البورد، نكتب كده على البورد. معلش. بيفور، اتأكد ان انت لو مش شايف البورد بليز غير مكانك. and after. اوكي؟ ساعدوني. البيفور مكتوب كنا ايه؟ ضعفاء. كنا ايه كمان؟ ما سمعتش. كنا ايه كمان؟ بصوا كده على الباسج. خطاة. ايه كمان؟ لأنه ونحن بعد خطاة، يعني احنا كنا خطاة ونحن كنا خطاة. أعداء. في عدد كام؟ ممكن تقول لنا؟ عدد 10. اوكي. ونحن أعداء. في حاجة تاني؟ مفيش حاجة تاني. غالبا الباسج ده، شكرا لكل الناس اللي غيرت مكانها، بحبكم وبحترمكم.
في كلمه كمان ما كتبناش. بصوا في عدد 6، فجار. هنشرحه. بس الباسج كلمة ربنا بتقول انه احنا كنا الاربعة دول، كنا ضعفاء، كنا خطاة، كنا اعداء، كنا فجار. يعني ايه كل واحدة؟ ضعيف ببساطة شديدة، يعني بالكلام اللي احنا عارفينه نو سترينث. يعني ايه كمان؟ يعني قليل الحيلة، ويك او قليل الحيلة. عارفين يعني ايه قليل الحيلة؟ لا مؤاخذة. يعني مش بيعرف يعمل حاجة قوي، مش بيتصرف، مش بيعرف يتصرف، ما فيش في ايده حاجة بيعملها، ضعيف. طيب، خطاة دي انا عايز اتكلم عليها شوية فسيبوها لي. اعداء، لما انا اقول ان انا عدو حد، مش بنحب بعض، اوكي. ايه كمان؟ انمي، يعني مش اصدقاء. لو قلنا اعداء دي بمعنى تاني، مش اصدقاء، صح؟ ولا ممكن في اعداء يبقوا اصدقاء؟ مستحيل. اعداء ما ينفعش يبقوا اصدقاء. يعني ايه مش اصدقاء؟ يعني مفيش علاقة بتجمعهم هما الاثنين. لما اقول ان انا عدو فلان، يعني مفيش علاقة بينا، مفيش حاجة تقدر تجمعني انا وهو في حاجة واحدة. لما اقول فجار، يعني ايه فجار؟ حد عارف يعني ايه فجار؟ كلمة صعبة شوية. ما عندوش قلب، اوكي. ايه كمان؟ في حد يقول ما عندوش دم؟ هو لو ما عندوش قلب اكيد ما عندوش دم، لانه القلب هو اللي بيضخ الدم. اوكي. الفجر ممكن نشوفها في كلمة ربنا بمعنى اللي بيعمل الخطية باستباحة. يعني ايه باستباحة؟ يعني بيعمل الخطية وبيقولها وبيفتخر بيها وبيقول انا مفتخر بخطيتي، انا مش مكسوف من خطيتي، انا بعمل الخطية وانا بعلن الخطية. فالكتاب المقدس او الجزء ده بيقول لنا ان احنا ضعفاء، وبيقول لنا ان احنا اعداء، وبيقول لنا ان احنا فجار. عايز اقول لك ان دي، مبروك، دي الايدنتيتي بتاعتك. دي الايدنتيتي دي ده مش كلامي، ده كلام الكتاب، انه انت خاطي وفاجر وعدو. يعني ايه خطأ؟ تعال نفكر شويه في فكره الخطيه. الخطيه ببساطه شديده نعرفها، نتعرف عليها فين اول مره في الكتاب المقدس؟ اول مره نتعرف على الخطيه ادم وحواء. لما نشوف ايه؟ لما نشوف شجره معرفه الخير والشر. وبنلاقي ايه؟ ليه عرفنا انه في خطيه؟ او ليه قلنا انه دي خطيه؟ او لما كانوا من الشجره خطيه؟ لانه ببساطه شديده جدا جدا جدا، الخطيه معناها البسيط، الاسنس بتاع الخطيه، مش ان انا اتفرجت على حاجه وحشه، مش ان انا كذبت على المدرس بتاعي، مش ان انا سرقت بابايا ومامتي، مش ده، مش دي الخطيه. الخطيه ببساطه، او الخطيه في الجوهر بتاعها بتقول انه انا عايز ابقى رئيس جمهوريه نفسي، انا عايز ابقى انا المدير، انا عايز ابقى انا الاله. ربنا مش الاله، انا الاله، انا اللي بتحكم في حياتي. انا عايز اكون، فاكرين الحيه لما جت لادم وحواء قالت لهم ايه؟ تصيران، حد عارف تصيران ايه؟ كالله. انا عايز ابقى اله، انا عايز ابقى زي الله، انا فوق، انا مش انا اللي بتحكم في حياتي. حد صاحبي قوي علمني الجزء ده. عارفين تكوين 2؟ الله بيقول على الانسان ايه؟ حد عارف؟ في تكوين 2 لما خلق الانسان، او قبل ما يخلق الانسان، نعمل الله او عمل الله الانسان على صورته. قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، صح؟ فالله بيقول انا عايز اعمل الانسان على صورتي وشبهي. في تكوين 3 لما بنشوف الشجرة، اللي حصل في الشجرة ببساطة شديدة، ببساطة شديدة، الإنسان بيقول لله نعمل الله على صورتنا كشبهنا. حد لاحظها؟ الله قال على الإنسان نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، والإنسان قال نعمل الله على صورتنا كشبهنا. عايز أعمل الله على مقاسي، على اللي أنا بفكر فيه، أنا اللي أتحكم، أنا الله، أنا الإله. الخطية بتقول إنه أنا الإله. مش الخطية في الفعل، الخطية في إن أنا عايز أنا أدير حياتي، إنه عايز أنا أتحكم في حياتي، أنا اللي عايز أعمل، عايز أنا اللي أحدد الخير والشر ليا. الحتة دي واضحة؟ انتوا نمتوا، أوقفكم، أصحصحكم. الحتة دي واضحة؟ الحتة دي واضحة؟ ماشي. يعني إيه خطية أو خطاة؟
ابقى رئيس جمهوريه نفسي يعني انا الاله، يعني انا اللي بتحكم، يعني انا اللي احدد ايه الصح وايه الغلط. ده سؤال ولا اجابه؟ كنت هتقول ايه؟ الخطيه بتبعدني عن الله ليه؟ لانه بتقول ان انا مش عايزك الهي. انا خلاص، انا بقيت انا الهي، انا بقيت انا نفسي، بقيت ذاتي هي اللي متحكمه فيا، وانا اللي انا عايز اعمل كل حاجه، وانا اللي احدد ايه الصح وايه الغلط. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا الكتاب المقدس بيقول ايه علينا. بيقول علينا ضعفاء، بيقول علينا خطاة، بيقول علينا فجار، يعني بنعمل الخطيه باستباحه، وبنعمل الخطيه واحنا عايزين نعمل الخطيه ومبسوطين بيها، وبيقول عننا ان احنا ضعفاء. لكن لو ركزتوا كده في نفس الباسج ده، سوري، بيحصل حاجة غريبة جدا في عدد 8. والرسول بولس شاطر قوي ان هو يعمل كده شفت مفاجئ. بيتكلم علينا، بيتكلم عن حالتنا، بيتكلم عن البيفور بتاعنا والستيت بتاعنا، وبعدين فجأة يقول ولكن. ما انا عايزك تصحصح معايا، ما انت نمت، لازم اصحصحك. ولكن يعني احنا كده، احنا في دي، محدش يقدر ينكر دي. الخطية دخلت وبوظتنا، بقيت انا رئيس جمهورية نفسي، انا الهي، بقيت انا رئيس جمهورية نفسي. لكن فجأة بيحصل حاجة بتقول لكن الله بين محبته لنا. He showed his love for us. لكن الله بين محبته لنا. امتى بين محبته لنا؟ بصوا في عدد 8، امتى بين محبته لنا؟ مات المسيح، اوكي. وامتى كمان؟ يعني ممكن نقول، ممكن لو سألتكم امتى وازاي هتقولوا لي امتى ايه؟ واحنا خطاة. وازاي؟ بالصليب. امتى بين الله محبته ليا؟ في اكتر وقت انا ما استاهلش اي محبة، في اكتر وقت انا ما استاهلش اي غفران، بين الله محبته. في اكتر وقت انا استاهل بصوا مكتوب ايه؟ بصوا، ونحن متبرر في عدد 9، فبالاولى كثيرا ونحن متبررون الان بدمه نخلص به من الغضب. انتوا عارفين رسول بولس في رسالة افسس بتقول انه احنا ابناء الغضب، يعني احنا نستاهل ان غضب الله يعلن عليا. انا استاهل بخطيتي ان الله يغضب عليا، وان الله يعاقبني. انا استاهل ده. انا في دي، يعني انا I deserve it عادي. انا استاهل غضب الله. ليه؟ لان انا ضعيف وخاطئ وعدو وفاكر. لكن الله بين محبته ليا، لانه وانا خاطئ مات المسيح لاجلي. عشان احنا كمان شويه كده، كمان شهر بالظبط غالبا، هنيجي نحتفل مع بعض بالصليب، هنحتفل مع بعض بالقيامه. بس احنا، اقول لكم كلمه بس ما تقولوهاش لحد عشان ما تفضحش، ما يشيلونيش من الكنيسه. احنا اعتدنا الصليب. الصليب بقى زينه، الصليب بقى بلبسه في سلسله، بقى بعلقه في الاوضه، بقى بحط وول بيبر. انا بقيت معتاد فكره الصليب. رب يسوع مات، اتصلب ومات عشاني وغفر خطيتي. حد فاهم؟ يعني حد فاهم ليه الصليب؟ انه يبين لنا انه الله بيحبني في عمق خطيتي. في بودكاست لسه انا مصوره مع حد تقي جدا وشاطر قوي اسمه دكتور مارك، جالنا هنا قبل كده، وكان بيشرح فيها. كنت بسأله طب يا مارك، ليه الصليب؟ ليه الصليب؟ ما ممكن ربنا يغفر عادي. مش هقول لكم الإجابة لأن أنا عايزكم تتفرجوا على البودكاست وتسمعوها وتسمعوا إجابته هو. لكن اللي أنا نفسي يوصل لكم دلوقتي إنه الله بين محبته ليا وليك في أعمق نقطة أنا ما استاهلش فيها خالص محبة الله. عايزكم تركزوا معايا بقى، عشان أنا حاسس إن أنتوا نمتوا شوية. هنطلع شوية كلمات جديدة عشان نكتبها في الأفتر بتاعنا. الكلمات الحمراء إيه هي؟ اللي باللون الأحمر، استنوا أغير بس، أنا مش عارف هو فين التاني. حد شايف أنا حطيت التاني فين؟ في جيبي، في جيبي فعلا. انا قربت اخلص خالص.
الافتر بتاعي ايه؟ يعني مبين كده من كلامه، بيقول ايه؟ ونحن الان ايه؟ متبررون. وهشرحها لكم. في حاجه كمان، صولحنا، يعني متصالحون. هو كاتبها برضو مصالحون. وايه كمان؟ نفتخر، مفتخرون. اه، انا بكتب كلام غلط ليه؟ انا نايم ولا ايه؟ مفتخرون. يعني ايه متبررون؟ ببساطه شديده جدا، عكس خاطي وفاجر. فاكرين لما قلت لكم من دقيقه بالظبط انا استاهل غضب الله؟ يعني انا في المحكمه القضائيه كده، لو خدوني وحطوني قدام العدل الالهي، انا استاهل ايه؟ الغضب، استاهل العقاب، استاهل الدينونه. اجره الخطيه موت. خلاص، انت تستاهل الخطيه، تستاهل الموت، سوري، تستاهل الموت، تستاهل العقاب. فلما اقول ان انا متبرر، لما انا اقول ان انا في حاله البر، البر، يبقى انا ايه؟ مفيش ذنب، مفيش عقوبه. عكس بالظبط ان انا خاطي، ان انا استاهل العقوبه اللي هو بيقولها هنا اصلا. يعني احنا ما طلعناش بره الجزء ده. انا استاهل الغضب، لكن الله بعمله اداني ان انا يبقى ما فيش ذنب، ان انا ما يبقاش في عقوبه، فان انا متبرر. انا خلاص لما ربنا يشوفني ابيض كده زي اللي انا لابسه ده، ما يشوفنيش اسود. طيب مصالحون، فاكرين قلتوا لي يعني ايه اعداء؟ يعني اصدقاء او بنحب بعض او في علاقه، صح؟ طب لما نقول مصالحون، بنحب بعض، ايه كمان؟ في علاقه، اصدقاء. عارفين الرب يسوع قبل ما يروح للصليب بساعات كان بيقول للتلاميذ: لا اعود اسميكم عبيد، بل، حد عارف؟ احباء. وفي بعض الترجمات بل اصدقاء. بقى في علاقه بيني وبين الله بعد ما كنت عبد اسير، صح؟ وكانت خطايا كتير. انا مش عارف ده كان افيه ولا ده كان حقيقه، بس صح. بعد ما كنت عدو، انا كنت عدو، لكن الله بين محبته ليا فاصبحت مصالح مع الله. يقدر يبقى ليا علاقه مع الله. احنا دايما نقول انه الله قدوس فما يقدرش يختلط مع الخطيه، ما يقدرش يتقابل مع الخطيه، لكن انا دلوقتي بسبب عمل الله على الصليب بقيت مصالح. عايز اقرا عليكم جزء من كلمه ربنا في كورنثوس الثانيه 5. حفظته مع اجا وانا في اعدادي، مش عارف فاكراه ولا لا، بس انا فاكر ان انا حفظته مع اجا وانا في اعدادي، بس انا عايز اقراه لكم. كورنثوس الثانيه 5 من 15. وهو مات، رب يسوع، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. إذ نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد. إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. الله اللي بنقول في عدد 8 لكن الله بين محبته لنا، هو في نفسه الله صالحنا لنفسه بموت المسيح. ومفتخرون انه خلاص احنا بقى لينا علاقة مع الله، فنقدر نقول انه نحن نفتخر بالمسيح. في روميا بيقول انه كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. عارفين يعني ايه جهالة؟ جهالة يعني foolishness. يعني الناس اللي مش مؤمنين بيقولوا انه الصليب بتاعكم ده foolishness، انتوا اغبياء ان انتوا مصدقين فيه، انتوا زي مصدقين في اله يموت، بيتريقوا علينا بسبب ده. لكن عندنا نحن المخلصين هو قوة الله، نقدر نفتخر بالصليب اللي هو رمز للعار.
يبقى احنا كنا ايه؟ قولوا لي الاربع كلمات. ضعفاء، خطاة، اعداء، وبقينا ايه؟ متبررون، متصالحون، مفتخرون. بسبب ايه؟ ايه؟ بسبب الصليب، بسبب محبة الله اللي نشوفها في الصليب. من النص ده نقدر نشوف حاجتين، سوري مش حاجتين، كذا حاجة عن الله، وده غالبا اللي أختم بيه وقتنا. من النص ده نقدر نشوف كذا حقيقة عن الله نفسي نتعلمها كويس. احنا نقدر نشوف عن نفسنا الحاجات دي، ان احنا خطاة، ان احنا فجار، ان احنا أعداء، ان احنا متكبرين، ان احنا ما فيش في ايدينا حاجة، ان احنا فقراء، ان احنا عمي، ان احنا حالتنا بالبلى. اللي من غير المسيح حالته بالبلى. ده كلام الكتاب. اللي من غير المسيح، اللي من غير عمل المسيح حالته وحشة. لكن نشوف في ربنا، او نقدر نعرف عن طبيعة الله 4 أغنية. 4 ايه؟ انه الله غني في محبته، والله غني في كرمه، والله غني في نعمته، والله غني في قوته. تعالوا نكتبهم عشان يثبتوا في دماغنا. الله غني في كام حاجة؟ 4. حد فاكرهم؟ عشان أنا مش فاكرهم. نعمته، أنا ما سمعتش. قوته، لا مش حكمته، هو غني طبعا في حكمته فهكتبها. محبته، كرمه، يس. وطبعا هو غني في حكمته. هو غني في حاجات كتير جدا جدا جدا، بس دول اللي انا نقيتهم من الباسج ده. انه الله اللي احنا دايما بنقول لكم نفسنا من وانتوا صغيرين، من وانتوا في السن ده، يبقى ليكم علاقة مع هذا الإله المحب، غني جدا في نعمته. يعني ايه نعمة؟ يعني ايه جريس؟ يعني حاجة ما استاهلهاش وخدتها. يعني انا كده جيت فجأة قلت لك هدي لك بلاي ستيشن 6، هتقولي ايه ده ما نزلش؟ اقول لك اه بس انا عندي، يعني انا عندي شويه كده علاقات، فقدرت اجيب ال 6 لسه من الديزاين ومش عارف ايه وكده، فجيت اديتها لك. طب كام يا عم؟ ده انا مش هقدر عليها. اقول لك لا انا مش عايز فلوس. تقول لي يعني ايه مش عايز فلوس؟ اقول لك مديها لك هديه. تقول لي ما استاهلش. اقول لك اه بس انا جاي اديها لك هديه، انت حتى لو ما تستاهلهاش انا قررت ان انا اديها لك هديه. هي دي النعمه. غني في نعمته، غني في قوته. ازاي يقدر يخلق من هذا الصليب فخر؟ ازاي يقدر يخلي نفسه؟ انتوا عارفين في فيليب 2 بيقول الذي اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله، بيتكلم على المسيح، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد. قوي. نشوف في الله قوة. الله غني في محبته. الآية اللي احنا كنا بنتكلم فيها آية 8، لكن الله بين محبته، غني جدا في محبته، غني جدا ان هو يقدر يحبك حتى لو انت ما تستاهلش. واخيرا الله غني في كرمه، انه دي ممكن تكون مرتبطه شويه بدي، سوري، انه كريم زياده. يعني ده زياده قوي. ده انا مش بس ده انا عدو. تخيلوا لو احنا لينا اعداء ورايحين ننقذهم من حاجه، دول اعدائنا مش اصحابنا. احنا ما بننقذش اصحابنا، احنا مش بننقذ اصحابنا. فتخيلوا لو عدونا. غني جدا، متبررون ومتصالحون. وانا نفسي واحنا بن بنصلي الوقت الجاي، وانا خلاص بختم معاكم، حد يقول لي طيب ازاي؟ يعني 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 هو ده بيحصل ازاي؟ يعني هو يعني هو الصليب بيفور كرايست، او بيفور الكروس وافتر الكروس. بس هل انا كلنا خلاص دلوقتي بقينا في الافتر ده؟ احب اقول لك ذا باد نيوز انه لا، احنا مش كلنا هنا. في وسطينا ناس لسه هنا. في وسطينا ناس دلوقتي لسه هنا، لسه ضعيفة، لسه خاطئة، لسه عايشة حالة الخطية. مش ان هي مدمنة حاجات، مش ده اللي بتكلم فيه دلوقتي، لكن ان هي مقررة ان هي عايزة تعيش رئيسة جمهورية نفسها. مش عايزة حد يتحكم فيها، مش عايزة اعبد هذا الاله، مش عايزة يبقى ليا علاقة بهذا الاله، انا عايز اعيش سني. في ناس
عدوة لله، ما بتحبش الله. مش يعني بحبه، باجي الكنيسة وبخدم ومش عارف ايه، لكن انا ربنا الوحيد اللي عارف اللي جوه، انه مش على وفاق كده، مش متصاحبين، يعني علاقتنا مش راكبة مع بعض. وفي ناس في وسطينا فجار ان هم بيعملوا الخطية ومفتخرين جدا. يعني فعلا اعرف ناس كتير بيبقوا بيعملوا خطيه وعارفين ان هم بيعملوا خطيه، ومش مش بيخبوها. يعني زمان وانا صغير كنا بنخبي الخطيه، يعني عملت خطيه يا رب محدش يعرف، محدش يحس محدش يحس كده، خبي. دلوقتي الناس مش بتخبي الخطيه، ده الفاجر. في وسطينا ناس كده، ده اللي نفسي نصلي بيه دلوقتي. انا فين؟ انا هنا ولا هنا؟ طب لو انا هنا وعايز النهارده اتنقل هنا، هقول لكم صورتين كانوا في العهد القديم كانوا بيشاوروا على الصليب. في خروج 12 موسى كان بيقول للشعب قبل ما يخرجوا من أرض مصر: هضرب الضربة الأخيرة على المصريين. هتذبحوا عجل أو خروف الفصح، مش عجل، سوري. هتذبحوه وهتاخدوا دمه وتحطوه على القائمة العليا، العتبة العليا والقائمتين، اللي هو العتب بتاع البيت. فأرى الدم وأعبر عنكم. وأكنه بيقول رسالة واضحة جدا، إنه لو أنت دم الخروف ده مش على باب بيتك، يعني أنت بتقول إنه أنا ما حميتش نفسي في دم الخروف، أنا الملاك هيدخل ويهلك البكر بتاع البيت. وأكنه بيشاور على حاجة أعظم، دم المسيح. انه لو انا ما جيتش واحتميت في هذا الدم، لو انا ما جيتش واحتميت في هذا الصليب وقلت له يا رب انا مصدق في صليبك وبقبل صليبك وبشكرك على صليبك علشاني، لو انا ما قلتش كده لربنا في يوم من الايام، هياتي العقاب ويهلكني. مش قصدي تبقى رسالة تخويف، بس دي الحقيقة. احتمي في دم الصليب زي ما شعب اسرائيل كانوا بيحتموا في دم الخروف. ولما طلعوا للبرية والرب أرسل عليهم حيات محرقة، إنه الحية لما تلدغوا يموت على طول عشان تذمرهم، فراحوا اشتكوا. الناس راحت اشتكت لموسى، قالت لهم صلي لربنا يرفع عننا الحيات دي. فربنا قال لموسى اعمل حية من نحاس وارفعها على العصاية، وكل من نظر إلى هذه الحية يحيا، لو لدغ لن يموت. والرب يسوع بعد 2000 سنة أو معرفش كم سنة، 1000 وحاجة سنة، بيجي بيقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. لو أنا النهاردة لي علاقة بالله، أنا هنا، أنا متبرر، أنا ربنا لا يشتكي عليا، بالعكس ربنا شايفني في بر المسيح. ربنا شايفني شخص جميل، ربنا شايفني في علاقة معاه، بيحبني وبيحب يتكلم معايا وعايز علاقتي تكبر معاه. لو أنا النهاردة علاقتي مش موجودة مع ربنا، محتاج أقرر، محتاج أقرر هعمل إيه. هل أنا مش عايز ربنا، مش عايز علاقة معاه؟ It's okay، أنت it's your decision، براحتك، محدش هيغضبك على حاجة، بس هتفضل هنا. لو عايز النهاردة تاخد خطوة، قول له يا رب انظر إلى صليبك، ببص على صليبك، بصدق في صليبك، لأن الله، تعالوا نقرأ مع بعض الآية دي مرة تانية. الله بيّن، نقرأ بصوت عالي كلنا، لكن الله بيّن محبته لأنه، ممكن نقولها مرة تاني بصوت أعلى، ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. مات المسيح لأجلنا. حد ممكن يقول لي هو ايه علاقة ده بريمو بربري؟ حد فكر في السؤال ده ولا نسيته؟
مفيش حاجة محطوطة هنا من غير مذاكرة. ايا كان السبب اللي خلى اي حد ينفصل عن اي حد، مش بقلل من اي حاجة، لكن العالم عودنا على نوعية حب معينة بتتكسر وبتبوظ وبتضيع مع كسر العهد. لو اتفقنا على علاقة، ولو اتفقنا على صداقة، وحد فينا خالف الصداقة دي وكسر الصداقة دي، الشخص ده ما يستاهلش محبتي. ده احنا كنا بنتفرج على حاجات يا جماعة على السوشيال ميديا، دي حاجات كيوت جدا، بيحبوا بعض جدا فعلا، لكن في ثانية كل حاجة راحت. لكن الله وكل حاجة راحت قال لك أنا بأقيم عهدي معاك. وفي كل حاجة أصلا مش موجودة، يعني ده في الستيت التانية، وانت في خطيتك وانت في عدائك، بالعكس أنا بقول لك أنا بحبك، جيت بنفسي أتصلب بدالك، جيت بنفسي أخد عقوبة الخطية بدالك. أمين؟ تعالوا ناخد دقايق في الصلاة. أطلب من جوجو والفريق لو ينفع يجوا نصلي كده 5 دقايق قبل ما نقفل الاجتماع. الوقت ده غني جدا انك تفكر في حالك. خد وقت كده، فكر في الكلام، ما تصليش دلوقتي، فكر في الكلام، فكر في حياتك، فكر انت بتفكر ازاي، نظرتك ايه لربنا، نظرتك ايه للحياة. انت بتصحى ليه كل يوم وعايش ليه كل يوم؟ عشان تبقى في علاقة مع هذا الإله اللي حبك وأسلم نفسه لأجلك، عشان تقول له يا رب مش عارف أشكرك إزاي، ليك كل المجد، حياتي كلها ليك، دي ما تكفيش. ولا أنا حياتي كلها متمركزة حول نفسي، عايز أبقى رئيس جمهورية نفسي، أنا اللي أقوله أعمله، واللي أحسه أعمله، واللي نفسي فيه أعمله، واللي ما نفسيش فيه ما أعملوش. فكر، قيم نفسك، أنت فين من محبة الله؟ أنت فين من صليب المسيح؟ لو ليك علاقة مع الله وأنت اوريدي قلت له في يوم من الأيام أنا عايز أقبلك إلهي وربي وسيدي، النهاردة ممكن تجدد العهد ده. قول له يا رب مش عايز الخطية تتحكم فيا وتسلب إرادتي. نفسي في بداية جديدة، نفسي في تغيير حقيقي. انت صالحتني معاك، عايز ابقى قد الصداقة دي، عمري ما هبقى قدها، بس اديني القوة ان انا اكون بسعى في هذه الصداقة. خليني اكون امين في هذه العلاقة. خلي سلوكي يشهد عن هذه العلاقة. بنعمل حاجات كتيرة بتخلينا زينا زي بقية الناس. غير سلوكي وغير فكري، غير كلامي، لساني، غير عيني، غير وداني، غير الحاجات اللي انا بحبها، الحاجات اللي انا بزهق منها. اخلق فيا الخليقة الجديدة اللي قرينا عنها، اخلق فيا الإنسان الجديد اللي قرينا عنه.
عايزك تكون انت الاول في حياتي وقبل كل شيء وقبل اي شيء. انت الحياة، انت الحق، انت الطريق، انت الماء الحي، انت الخبز النازل من السماء، انت الراعي الصالح. نفسي بوظتني ودمرتني وبهدلتني، واللي حواليا واصحابي بيودوني من سيء لأسوأ. جاي لك بحتمي في دمك، بحتمي في صليبك. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة ومرضية أمامك. بليز ما ترنمش الترنيمة دي وانت مش قصدها. وبكسر كل طيبي عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بقدم نفسي، بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة ومرضية أمامك. وبكسر كل طيبي عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. احنا ما بنقول بقدم نفسي ذبيحة حية. الذبيحة دي لو تخيلنا مع بعض، ده المذبح. عارف ان في ناس كتير مش شايفة بس انا مليت البورد. لو تخيلنا انه فاكرين صورة الخروف اللي انا جبته وقلنا ان دي الذبيحة. الذبيحة ميتة، الذبيحة بتموت، الذبيحة مش حية. ما ينفعش تبقى ذبيحة حية. يعني ما ينفعش تبقى ذبيحة حية. ازاي بنقول ذبيحة حية؟ بقدم للرب نفسي، بقول له يا رب انا الموضوع انا عايز اموت، بس انا لما هموت هحيا. ايه ده؟ ازاي؟ انا لما هموت عن نفسي، لما هموت عن خطيتي، لما هموت على ان انا عايز ذاتي دي تبقى هي اللي بتتحكم فيا كل يوم، انا عايز اصحى عشان اعمل الحاجات اللي انا عايزها، لما اموت عن ده، يعني لما انفصل عن ده، لما ما اختارش ده، guess what؟ انا بقيت حي. حي ازاي؟ انا لما ببقى مش خاطي ببقى مبرر، والبر هو ان انا حي في المسيح، في صليب المسيح. انا حي في المسيح، انا ميت في الخطيه. بليز فكروا في الموضوع ده روحيا. فكروا في الموضوع ده ان انا مش دلوقتي مش بتكلم على الجسد، مش بتكلم على الفلاش، انا بتكلم على الوضع بتاعي في الروح. وضعي قدام الله ايه؟ وضعي قدام الله ايه؟ ميت ولا حي؟ خاطي ولا مبرر؟ عدو ولا متصالح مع الله؟ بليز خد وقت انك تصلي في الكلام ده. كلام خطير جدا جدا. خد القرار النهارده قبل بكره. ما تقولش انا عايز اعمل حاجات وبعدين ممكن اخد القرار ده بعدين. خد القرار ده دلوقتي.